في بعض الناس في العلاقات ينتظر ان الشخص اللي اذاه يجي يعتذر له ويقول له انا اسف وحقك عليا وانا غلطت في حقك، علشان الشخص ده يبتدي يحس بالتعافي والتشافي من العلاقة دي. صدقني مش موجود الكلام ده، لان الشخص اللي اذاك ده خلاص هو برر لنفسه علشان يقدر يكمل حياته. هو خلاص عداك ونسيك وبرر لنفسه كمان علشان يعرف ينام، حتى لو هو الشخص المخطئ وانت الشخص اللي مظلوم. اوعى تنتظر وتبقى قاعد مستني انا مش هتعافى من اللي انا فيه ده، وكل ده شعور داخلي طبعا، غير لما هو يجي يتأسف لي ويقول لي حقك عليا. انت بتنتظر سراب، انت بتشتغل نفسك لو انت منتظر ان الشخص ان اللي اذاك يجي يعتذر لك علشان تتخطى. ابدا والله، التخطي مش هيجي غير منك انت. انت اللي تقوم وتشتغل على نفسك وتطور من نفسك. ساعتها هيبقى عندك القابلية، لما تلاقي نفسك اتطورت ونجحت في حياتك هيبقى عندك القابلية ان حضرتك تعفو وتسامح وتتخطى. ولو ما انتش عايز تعفو وتسامح فانت كمان مش هتتأثر باللي هو عمله، لان صدقني انت مش في باله. يا جماعة، اللي بيقتل شخص بيبرر لنفسه ان هو قتل بني ادم. انت متخيل؟ عشان يعرف ينام، حتى لو هيكذب على نفسه علشان يعرف يكمل حياته ويخش ينام. انت منتظر ايه بقى؟ انت اللي ما انتش عارف تنام ولا عارف تاكل ولا عارف تشرب ولا عارف تعمل اي حاجة في حياتك، ومنتظر ان الشخص يعتذر لك. فانت بتضيع وقتك يا بطل. قوم اشتغل على نفسك، على تخطيك، على تشافيك، على تعافيك الذاتي، وما تضيعش عمرك وتضيع وقتك، لان اللي اذاك مش هيعتذر لك.